قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من عندنا. اخر حاجه احنا شفناها في الجزء اللي فات وهو ان لوك كيج قدر يهزم اخوه دايموند باك واصابه اصابات خطيره، بسببها دخل دايموند باك المستشفى وشفنا ان الدكتور اللي هيعالجه هو دكتور البرت، واللي بقى هو الدكتور اللي عمل تجارب على لوك كيج نفسه، وكان سبب ان لوك كيج يمتلك قوه كبيره. اما لوك نفسه فرغم هزيمته لدايموند باك ورغم ان كل الناس عرفوا انه بيدافع عن الخير، لكن على الرغم من كده اتقبض عليه بسبب انه هرب من السجن زمان، وحرفيا الموسم انتهى ولوك كيج بيتنقل للسجن. تمام. بيبدأ الموسم الثاني والاخير معانا من المسلسل ده بعد فترة محترمة من الاحداث بتاعة الموسم اللي فات. والعلم يا صديقي في خلال الفترة دي حصلت احداث كتير جدا للوك وغيره من الابطال الخارقين في العالم ده، وهنشوف الاحداث دي كلها في مسلسلات جاية هنلخصها قدام. المهم اننا بنشوف لوك حاليا وبيكون خرج من السجن من فترة طويلة، وبيروح حاليا لمعمل مخدرات كده بيتصنع في المعمل ده هيروين باسم لوك كيج. في المجمل يعني بيدخل لوك بقى المعمل ده وكالعادة بيفضل يضرب كل اللي فيه وبيخلص عليهم وبيدمر المكان وبيمشي. تاني يوم بيكون لوك في محل الحلاقة بتاع بوب وبيقعد شوية يتكلم مع بوبي لو تفتكروا يعني، وبنعرف من كلامهم ان محل بوب عليه فلوس كتير للتأمين وممكن يتقفل، وبالتالي بيعرض بوبي على لوك انه يستغل شهرته ويجمع فلوس على موقع كده معمول باسم لوك، والمفروض يعني ان الموقع ده بيتتبع حركة لوك حتة حتة بحيث الناس تشوفه وهو بيهزم الاشرار ويتبرعوا. لكن فكرة بوبي مش بتعجب لوك لان لوك مش عاوز يحارب الجريمة مقابل الفلوس. في نفس الوقت ده ولكن في مكان تاني بنشوف كلير قاعدة مع ميستي وبنشوف ان ميستي دراعها طاير، فبنعرف ان ميستي خسرت دراعها وهي بتدافع عن كلير في مرة كده من المرات. المهم ان حالة ميستي بتكون وحشة خصوصا انها سابت الشرطة وعشان كده بتفضل كلير تشجعها. بعدها بتروح ميستي للوك في المحل بتاع بوب، فبيتكلم لوك مع ميستي وبيعرفها ان في مخدرات خطيرة انتشرت في المدينة بتحمل اسمه، وبيطلب لوك من ميستي ان هي ترجع تشتغل من تاني بحيث تساعده يوصلوا للي بيصنع المخدرات دي، لكن ميستي بترفض وبتسيبه وبتمشي. بس لما بتروح بيتها بتقعد شوية تشوف الشارة بتاعت الشرطة بتاعتها وبتبدأ تفكر انها ترجع للشرطة من تاني. اما لوك ففي نفس الوقت ده كان قاعد هو وكلير في مطعم كده بيتعشوا، وبنعرف من كلامهم انهم خلاص اتجوزوا من فترة، انهم اصلا كانوا بيحبوا بعض. حاليا لما بيخلصوا اكل بيرجعوا البيت، وفي البيت بقى بيسمع لوك صفارات الانذار بتاعة الشرطة، فبياخد بعضه وبينزل بحيث يساعد لو في حاجة كده ولا كده. وبالصدفة بقى بيقابل لوك شخص كده اسمه شوجر. العلم شوجر ده كان من رجالة ستوكس وحاليا بقى من رجالة ماريا وشيدز. بيتكلم لوك دلوقتي مع شوجر وبيطلب منه انه ينقل له اخبار ماريا وشيدز، فبيعرف شوجر لوك ان ماريا وشيدز شغالين بشكل قانوني من فتره كبيره، لكنه بيوعده يعني انه هيراقبهم الفتره الجايه. فبيوافق لوك وبيمشي. على ذكر شيدز وماريا فبيكونوا قاعدين في مطعم كده مع شخص اسمه ليبرنا بقى يبقى مستثمر وبيشغل فلوس شيدز وماريا، او بمعنى اصح بيغسل لهم فلوسهم. المهم ان ليبرنا حاليا عرض على شيدز وماريا انهم يشتروا اسهم في شركه بلاستيك كده بتاعت شخص اسمه مارك، ومفروض ان الشركه دي بتكسب فلوس كتير قوي وهتدخل لهم دخل مشروع كبير جدا. وقتها بتعجب ماريا بالفكره دي وبتقرر هي وشيدز يشتغلوا عليها. وعشان تشتغل ماريا على تنفيذ الفكره دي بتروح للكازينو بتاعها وبتتكلم مع بنت من اللي شغالين معاها اسمها بيلي. ماريا بقى طلبت من بيلي انها تلعب على مدير الشركه اللي اسمه مارك بحيث تقدر تمسك عليه فضيحه وتخليه يبيع الشركه بمبلغ قليل. تاني يوم بقى كانت ماريا في الكازينو وكمان كان موجود مارك لانه من زوار المكان، فبتروح له بيلي وبتبدا تلعب عليه ولسه ما نعرفش هتعمل معاه ايه. بعد شويه بقى من كل ده بيوصل للكازينو 3 اشخاص وهم ارتور ونايجل وكمان شخص كده اسمه كوكراش. الثلاثه دول بقى رؤساء عصابات، وحاليا الثلاثه بيقعدوا مع ماريا وشيدز وبيعرضوا عليهم ان هم يشتغلوا معاهم، وبيكونوا الثلاثه عاوزين ان ماريا تمدهم بالسلاح في مقابل فلوس كتير جدا. الفلوس دي هتستخدمها ماريا بعد كده وتشتري شركه بلاستيك من مارك. فبمجرد بتسمع ماريا عروض ال3 اشخاص وبتقرر تفكر فيهم. بعد فتره مش طويله من كل ده بيوصل المكان لوك وبيضرب لوك الحارس بتاع شيدز وماريا، وبيتكلم مع ماريا والثلاثه كبار العصابات وبيهددهم بقى انهم لو استمروا في بيع المخدرات في المدينه هيخلص عليهم كلهم. لكن قبل ما مارك يكمل كلامه بتعرفوا ماريا ان مراته كلير كانت جايه الكازينو تراقبهم وهي اتحفظت عليها. في اللحظه دي بيشوف لوك ان كلير مع 2 من رجاله ماريا فعلا، وبتعرفوا ماريا انه لو لمسهم هتقتل كلير. وقتها بيتعصب لوك لكنه بكل هدوء بياخد كلير وبيمشي. بيفضل لوك بقى يطلب من كلير انها تبعد عن شغله عشان ما تاذيش، لانها لو اتاذت مش هيقدر يعيش من غيرها. بتوافق كلير على كلامه وبتعدي الموقف. على الجانب الاخر بنشوف شخص كده اسمه بوش ماستر بيتكلم مع المساعد بتاعه، وبنعرف من كلامه ان بوش ماستر كان فرد في عصابه نايجل. ايوه دي العصابه اللي كان رئيسها نايجل اللي كان قاعد مع ماريا. في المجمل بنعرف كمان ان بوش ماستر بقت عنده بشكل ما قوه خارقه زي اللي عند لوك، وعشان كده قرر ينقلب على نايجل وياخد العصابه لنفسه، بعدين يروح لمدينه لوك ويخلص على لوك والكل ويبقى ملك المدينه. في نفس اليوم ده بالليل بيبدا بوش ماستر شغله وبيروح لنايجل في مقره، فبيتفاجئ نايجل لانه يعرف بوش ماستر من زمان لكنه كان مختفي ومحدش كان يعرف عنه اي حاجه.
المهم ان بوش ماستر اتكلم مع نايجل وعرفوا انه غلط لما راح اتحالف مع ماريا وعشان كده لازم يموت. وبدون مقدمات بيهجم بوش ماستر على نايجل وبيقتله بطريقه بشعه. فوقتها كل رجاله نايجل اتفاجئوا وبداوا يضربوا نار على بوش ماستر بجنان، لكن بوش ماستر بيفضل يتفادى الطلقات وبيضربهم بكل براعه، وبيبان كده ان مهارته القتاليه استثنائيه فعلا. ولما بيخلص ضرب فيهم بيسمح لهم يضربوه بالنار وبيوروهم ان الطلقات مش بتاثر فيه اصلا، وبيعرفهم انه من اللحظه دي بقى كبير العصابه ولازم الكل ينضموا له. الكل في اللحظه دي طبعا بيخافوا وبينضموا له، ولسه ما نعرفش بوش ماستر المجنون ده ناوي على ايه. على الناحيه التانيه بتوصل مكالمه للوك كيج من شوجر. شوجر عرف لوك حاليا ان ارتور بيستلم شحنه مخدرات عند المينا، لان اصلا هو اللي بيصنع وبيبيع المخدرات. فبيفرح لوك وبيقرر يروح يخلص على ارتور. بنكمل شويه مع شوجر واللي بيتواصل دلوقتي مع ارتور وبيعرفوا ان لوك هيجيله، وبنعرف من كلامهم كده ان ده كمين للوك بحيث يخلصوا عليه. المهم ان لوك فعلا بيروح عند المينا وبيلاقي عربيه نقل كده تبع ارتور، فبيعرف ان العربيه دي فيها مخدرات. فبيدخل يشوف المخدرات دي، ومن العدم بيظهر ارتور وبوم بيفجر العربيه كلها عن بكره ابيها ولوك جواها. وقتها بيفرح ارتور وبيفتكر ان لوك مات، لكن فرحته بتبوظ ان لوك بيخرج من العربيه ولا بيحصل له اي حاجه. فبيتعصب ارتور وبيجيب سلاح من الاسلحه اللي كان صانعها دايموند باك لو تفتكر، وبيضرب ارتور طلع على لوك، لكن لوك مش بتحصل له اي حاجه، لان بنعرف ان لما دكتور البرت عالجه الموسم اللي فات من الطلقه جسمه بقى خلاص بيستحملها عادي خالص. عامه حاليا ضرب لوك ارتور وخده هو والمخدرات اللي معاه وراح للقسم وسلمه للقائد الجديد اللي موجود في القسم المحقق ريد ناور. وكانت مع ريد ناور على فكره حاليا الشرطيه ميستي، واللي بنعرف انها خلاص قررت ترجع للشرطه تاني، وده بيفرح لوك. المهم بيمشي لوك دلوقتي من القسم وبيروح لماريا وشيدز وبيعرفهم ان الطلق بتاعهم ما بقاش ياثر فيه، وبيعرفهم كمان انه سلم ارتور والمخدرات اللي معاه، ولو سمع انهم بيتاجروا في المخدرات تاني او بيحضروا له اي حاجه تاني هيجي يخلص عليهم وبيمشي. على الجانب الاخر بنشوف ان بوش ماستر بيروح بيته وبيكون لسه مصاب اصابات خفيفه بسبب الطلقات اللي اتضرب بيها، فبيشيل بوش ماستر الرصاص ده، لكننا بنلاحظ انه لسه مصاب برضه بشكل خفيف لان اصابته مش بتروح كده على طول. المهم ان بوش ماستر لما بيخلص بينزل يتمشى في الحي الجامايكي، وليه بقى الحي بتاعه بالمناسبه لان بوش ماستر اصلا من جامايكا. في المجمل بيروح بوش ماستر لمطعم كده في الحي وبيقعد مع واحد هناك، وبنعرف ان الشخص ده يبقى قريب بوش ماستر. المهم بيتكلم بوش ماستر معاه، فبنعرف من كلامهم ان قوه بوش ماستر دي جايه له بسبب نوع كده من انواع السحر اللي بيعملوه على الزهور ونباتات معينه. وحاليا بيسال بوش ماستر قريبه يجيب منين الزهور والنباتات دي لانه عاوز يعني يعمل السحر ده ويزود قوته. بيعرفوا قريبه انه هيلاقي اللي هو عاوزه في محل كده بتاع بنت اسمها تيلدا، المحل ده بتبيع فيه تيلدا نباتات ومواد غريبه جدا. بالفعل ما كدبش بوش ماستر خبر وعلى طول وبدون تضييع وقت راح لتيلدا دي واشترى منها كل اللي هو عاوزه. بعد ما رجع البيت وبدا يعمل السحر ده فهوب كل الندوب اللي عنده اختفت وقوته زادت. على الجانب الاخر بيقعد لوك مع كلير وبيعرفها ان ارتور ضربه بالسلاح اللي المفروض يعني يأذيه، لكن ما حصلتلوش اي حاجه. وعرفته كلير ان قوته زادت من بعد ما دكتور البرت عالجه، وبالتالي الرصاصه دي ما بقاش ليها اي تاثير عليه. عامة تاني يوم بنشوف ان لوك بيروح لمكان كده زي نادي وبيبدا يتدرب في المكان ده، وبيكونوا فيه صحفيين بيصوروه، وبنعرف ان لوك مضطر يعمل كده لانه محتاج فلوس. المهم بيروح لوك لمحل بوبي، وفي محل بوبي بيجيله القس جيمس. وايوه صديقي زي ما جه في بالك كده القس جيمس ده يبقى ابو لوك كيج ودايموند باك زي ما عرفنا من الموسم اللي فات، وبنعرف حاليا انه لسه عايش. وبيطلب جيمس من لوك انه يتكلم معاه انه عاوز يصلح كل المشاكل القديمه اللي حصلت بينهم، لكن لوك بيرفض وشبه بيطرده. على الجانب الاخر بنشوف ان ميستي كانت بتحقق مع ارتور لانها رجعت لشغلها، لكن بيجي دلوقتي محامي ارتور وبيوقفها وبيعرفها ان ارتور بريء ويخرج بكفاله. بتتعصب ميستي وبتتصل بلوك وبتعرفه اللي حصل، فبيتضايق لوك وبيدرك دلوقتي ان اكيد ماريا وشيدز مش هيشتغلوا مع ارتور تاني، وبيعرف انه لو عاوز يوقعهم لازم يوقع العصابه الجامايكيه بتاعت بوش ماستر او عصابه كوكروش. فبيقرر انه يبدا دلوقتي يدور على كوكروش، فبيبدا فعلا يلف في المدينه ويثبت المجرمين ويسالهم عن كوكروش لحد ما بيقدر يعرف بيته. بيروح لوك بيت كوكروش ده على امل انه يلاقيه، لكنه مش بيلاقيه وبيلاقي بس مراته وابنه، واللي طبعا مش بيقولوا لوك عن مكانه. فبيكون لوك ماشي، لكن في ست كده عجوزه جارة كوكروش بتعرف لوك حاليا الكازينو اللي هو موجود فيه، وبتعرفه كمان ان لو كوكروش رجع للبيت هتبلغه على طول. فبيشكرها لوك وبيمشي. لوك بيروح دلوقتي على الكازينو بتاع كوكروش وبيقدر يوصل لكوكروش، بس قبل ما يستجوبه او يعمل معاه اي حاجه بيضربه كوكروش بسلاح قوي كده بيطلع 6 طلقات مره واحده، وبسبب كده بيقع لوك بره الكازينو وبيقدر كوكروش يهرب. في اللحظه دي بيروح لوك البيت وبتجيله كلير وبتعالجه. بعد كده بتتكلم كلير مع لوك وبتعرفه انه لازم يتصالح مع ابوه، لكن لوك بيتضايق فبيسيب كلير وبيمشي. بعد شويه بتيجي مكالمه من الست العجوزه لوك وبتعرفه ان كوكروش في بيته، فبيروح للوك فورا وبيفضل يضرب فيه، ولسه ما نعرفش لوك هيعمل معاه ايه تاني. لكن بعيدا عن لوك بنشوف ان ماريا بتقعد مع المحاميه باتي لو تفتكرها لانها محاميتها، وبتعرف المحاميه باتي ماريا انها قدرت تعرف مكان بنتها اللي ماريا مخبياها عن الناس كلها،
وبتنصحها باتي انها تظبط علاقتها مع بنتها وتعرف العالم عليها لان ده هيساعدها في عالم السياسه اللي ماريا عاوز ترجع له من تاني. فبتقتنع ماريا وفعلا بتروح لبنتها في المحل بتاعها، وبنكتشف هنا ان بنت ماريا تبقى تيلدا، لكنهم بعيد عن بعض يعني من زمان. بس حاليا طلبت ماريا من تيلدا انها تدي لها فرصه تعوضها عن كل اللي فات، فبتعرف تيلدا انها تفكر وبتسيبها ماريا وبتمشي. اما شيدز فبيروح لارتور وبيطلب منه حق السلاح اللي هو وماريا باعوهوله، لكن ارتور بيرفض لان السلاح ده المفروض انه يقتل لوك كيج، بس ده ما حصلش. وبيفضل بقى ارتور يتريق على شيدز ومراته ماريا، فبيتضايق شيدز وهو المساعد بتاعه بيقتلوا ارتور وكل رجالته وبيمشوا كانهم ما عملوش اي حاجه. بعد اللي حصل ده بيروح شيدز لماريا وبيعرفها ان ارتور مات هو ورجالته، فبتتعصب ماريا لان ارتور كان املهم الوحيد عشان ياخدوا فلوس كتير ويشتروا شركه مارك لو تفتكر ويشتغلوا بشكل قانوني. لكن شيدز بيعرفها حاليا انه قدر يوصل لشخص كده اسمه بوش ماستر، وده كبير العصابه الجامايكيه مكان نايجل. المهم بيعرفها ان بوش ماستر ده هيشتري منهم سلاح كتير وهيدفعوا اكتر، فبتفرح ماريا وبتقرر تتقابل مع بوش ماستر وتتفق معاه. في نفس اليوم بالليل بتروح ماريا وشيدز الكازينو كالمعتاد، وهناك بتيجي تيلدا لماريا وبتعرفها انها قررت تديها فرصه زي ما طلبت. فبتفرح ماريا وبتبدا بقى تعرف تيلدا على شيدز، واللي كان متفاجئ لان محدش كان يعرف ان ماريا عندها بنت. بس مش ده اللي بيفرق مع شيدز اصلا، اللي بيفرق معاه بقى ان ماريا بتطلب منه يمشي بحيث تقعد مع بنتها، وده بيضايق شيدز وبيبدا يحس ان تيلدا بتاخد مكانه، لكنه في كل الاحوال مش بيعمل حاجه وبيمشي. في الاثناء دي بنشوف ان لوك كان لسه في بيت كوكروش، وبيكون كوكروش مصاب جدا بسبب ان لوك فقد اعصابه وفضل يضرب فيه. وبتيجي كلير حاليا وبتكشف على كوكروش وبتكتشف ان عنده ارتجاج في المخ، فطبعا بتزعق للوك لانه عمل كل ده فيه، وبتبدا تحس ان لوك اتغير خالص. في المجمل بعد شويه بتوصل الاسعاف وبتاخد كوكروش، وبتوصل كمان ميستي واللي بتستغرب من اللي عمله لوك برضه في كوكروش، وبتعرفوا ان اللي عمله ده غلط جدا ويا رب كوكروش يعيش عشان ما تضطرش تقبض عليه. وقتها بيطلب لوك من ميستي انها تسيبه يمشي دلوقتي، وبيعرفها انه حاليا هيبدا يدور ورا نايجل وورا العصابه الجامايكيه، بحيث يعني يثبت ان ماريا وشيدز كانوا عايزين يبيعوا لهم سلاح ويقدروا يوقعوا اخيرا ماريا وشيدز. في اللحظه دي بتفكر ميستي، وفي النهايه بتقرر تسيب لوك يمشي. المهم لوك بيروح دلوقتي الحي الجامايكي وبيروح لمطعم كده هناك، وبيفضل يسال الموجودين عن نايجل وعن العصابه الجامايكيه، لكن محدش بيقول له حاجه. وفي واحد بس في المكان من العصابه الجامايكيه بيشوف لوك، فبياخد بعضه وبيمشي بحيث يبلغ بوش ماستر. ولوك بياخد باله من الشاب ده على فكره، فبيمشي وراه. في نفس الوقت ده ولكن في مكان تاني بنشوف ان بوش ماستر بيقابل شيدز وبيساله عن نايجل، فبيعرفوا بوش ماستر انه قتله، ومش بس كده لا ده بيديله كمان راسه، وبيعرفوا انه عاوز يغير ثمن الصفقه بتاعت السلاح معاه. فبيوافق شيدز وهو خايف، وبيتفقوا هو وبوش ماستر على سعر جديد وبيمشي شيدز. بعد كده بنشوف ان لوك بيوصل لمقر العصابه الجامايكيه، وبيجي كمان بوش ماستر. ففي الوقت ده سال لوك عن نايجل، فعرفوا بوش ماستر ان نايجل ما بقاش موجود وهو حاليا اللي بقى مكانه. فبيطلب من لوك انه ما يشتريش سلاح تاني من ماريا وملوش دعوه بالمدينه بتاعت لوك ولا يقرب لها، وساعتها مش هيأذيه. طبعا ما عجبش بوش ماستر الكلام ده، فبيخلي رجالته يضربوا لوك، وفعلا بيفضلوا يضربوا في لوك، وبيقدر لوك يتصدى لهم كلهم لدرجه ان واحد فيهم بيحدف على لوك قنبله، فبيمسك لوك القنبله دي وبيدمرها بكل بساطه وبيمشي. بعد اللي حصل ده بنشوف ان بوش ماستر في بيته وبيعمل السحر اللي بيزود قوته ده. بعدها بيشغل فيديو كان مصوره لوك وهو في المقر وبيتدرب بقى بحيث يقدر يهزمه، وواضح كده ان بوش ماستر مش هيكون عدو سهل خالص للوك. دلوقتي بقى بنروح لماريا وبنشوف ان ماريا بتعمل حفله كبيره جدا، وبيكون حاضر الحفله دي بنتها تيلدا وكمان مارك بتاع شركه البلاستيك لو تفتكروا. في الوقت ده بتبدا ماريا تعلن عن مركز كده عاوز تفتتحه للامهات اللي بيربوا اطفالهم لوحدهم، بحيث يعني يساندوهم ويساعدوهم. وبتستغل ماريا انها كانت بتربي بنتها تيلدا لوحدها، وبتحكي القصه قدام كل الناس وتعرف الناس ببنتها عشان خاطر يتاثروا ويتبرعوا للمركز بتاع ماريا. والكلام ده للعلم يعني بيكون مزعل تيلدا، انها بتحس ان امها بتستغل علاقتهم عشان تروج للمشروع بتاعها. بس في المجمل بتخلص الحفله دي وبتقعد ماريا مع مارك، وبتجيب كمان البنت اللي اسمها بيلي، واللي قلت لك قبل كده ان ماريا طلبت منها تلعب على مارك وتمسك عليه فضايح. بتيجي دلوقتي بيلي وبتعرف مارك انها كانت بتشتغل لحساب ماريا، وبتعرفوا انها مسكت عليه فضايح كتير. فبيتصدم مارك وبيسال ماريا ليه عملت كده، بتعرفوا ماريا انها عملت كده عشان يبيع لها شركه البلاستيك، وبتعرفوا ان لو ما باعش شركه البلاستيك ليها هتفضحه. فبيوافق مارك وهو متعصب وبيمشي. بعد كده بنشوف ان بيلي بتروح تقابل مساعد بوش ماستر، وبنعرف انها شغاله لحسابه اصلا. وحاليا بتعرف بيلي مساعد بوش ماستر ان ماريا هتاخد فلوس السلاح عشان تدفعها في شركه بلاستيك مشهوره، وهتكسب فلوس كتير جدا من ورا الكلام ده. فبيفرح المساعد وما نعرفش لسه هيعمل ايه بالمعلومات دي. اما ماريا بقى فبيوصل عندها شيدز ومعاه فلوس السلاح اللي خدها من بوش ماستر، فبتفرح ماريا جدا لانها كده هتقدر تشتري شركه مارك. على الجانب الاخر بنشوف ان كلير بتروح تقابل جيمس ابو لوك، ومش بتعرفوا انها مرات لوك، وبتفضل بس تتكلم معاه. وبتحس كلير من الكلام مع جيمس انه طيب وبيحب لوك بجد، بس لوك ظلمه. وبالتالي في الليل ولما بتقابل كلير لوك بتعرفوا انها راحت لابوه اتكلمت معاه وكده يعني، وبتطلب منه انه يتعامل مع ابوه كويس.
بس الكلام ده بيعصب لوك لانه بيحس ان كلير عاوزه تمشيه على مزاجها، فبيتعصب وبيفقد اعصابه زي ما حصل قبل كده، وحرفيا بيكسر البيت لكلير خالص، فبتزعل جدا وحرفيا بتخاف من لوك، وبالتالي بتطلب منه ينفصلوا. فبيعتذر لها لوك لانه اتعصب، لكن كلير مش بتقبل منه اي اعتذار، فبيمشي لوك من عندها وهو متضايق. بيفضل بقى يتمشى في الشارع عشان يفك شويه عن نفسه، لكن ده للاسف مش بيحصل، وفجاه بيلاقي لوك حد بيضربه بقوه رهيبه وبيقع من قوه الضربه، وفجاه بيلاقي لوك بوش ماستر قدامه، وبيعرفوا بوش ماستر ان المدينه دي بقت بتاعته وما ينفعش يمشي فيها براحته. فبتنرفز لوك وبيقوم يحاول يضرب بوش ماستر، لكن بوش ماستر بيكون قوي جدا وسريع جدا، وبيفضل يضرب في لوك من غير ما لوك حتى يلحق يرد عليه، ويفضل بوش ماستر يضرب لوك يمين وشمال، وفي النهايه بيقع لوك مغمى عليه. وبيكونوا على فكره كل الناس بيتفرجوا ومش مصدقين اللي بيحصل، وفوق كل ده بيكون في مصور في المكان اسمه دي بيصور كل اللي حصل ده. وبعد ما حرفيا بوش ماستر علم على لوك قدام كل الناس، بيمشي من المكان بكل شياكه. بعد فتره من كل ده بيفوق لوك اخيرا وما بيكونش مصدق كل اللي حصل له، فبياخد بعضه وبيروح لمحل باب وبيحاول يتواصل هناك مع كلير، لكن كلير مش بترد عليه نهائي. ده غير ان الفيديو بتاع لوك بينتشر في كل مكان، وكل الناس بتشوفه حرفيا، سواء في الاسم عند ميستي او عند ماريا، كل الناس حرفيا بتشوف الفيديو. وبمناسبه ماريا على فكره، بنشوفها حاليا قاعده مع ليبرنا وكمان شيدز، وبنعرف من كلامهم ان ليبرنا اشترى حصه مارك في شركه البلاستيك، والحصه دي وكل ممتلكات ماريا تقريبا بما فيهم الكازينو بقت تحت تصرفه هو. والكلام ده بيقلق شيدز شويه، وبيحس ان ليبرنا بيشتغل ماريا، لكنه يعني في كل الحالات بيسيب الكلام ده لنفسه ومش بيعمل حاجه مؤقتا. ولما بيمشي ليبرنا بيقعد شيدز مع ماريا، وبيعرفها انه حاسس ان ليبرنا ده بيشتغلهم. ده غير ان شيدز حاسس ان بوش ماستر جاي المدينه عشان ينتقم من ماريا مش من لوك، وهو مجرد بس كان بيحارب لوك عشان يبعده عن طريقه ويوصل لماريا. وقتها بتتوتر ماريا، وبتعرف شيدز ان زمان جدها وجد بوش ماستر كانوا شركاء وحصل بينهم مشاكل مش اكتر من كده، واكيد يعني بوش ماستر مش جاي ينتقم منها عشان كده. في اللحظه دي بيطمن شيدز وبيسيب ماريا عشان يروح يعمل حاجه مهمه، لكنه بيسيب معاها مساعده اللي اسمه كومانشي بحيث ياخد باله منها. الغريب بقى ان شيدز بمجرد ما مشى جه كومانشي لماريا وفضل يقول لها كلام غريب زي ما بيكون كده عاوز يعرف تفاصيل الصفقه مع مارك، لكن ماريا مش بترتاح لكومانشي اصلا، فمش بتقول له اي حاجه. ويا صديقي افتكر كومانشي ده لقدام لاننا هنعوزه جدا. المهم في نفس اليوم ده بالليل بيجي بوش ماستر وبيقابل ماريا وشيدز في الكازينو. عرفهم بقى بوش ماستر انه هي يتم الصفقه بتاعت السلاح معاهم وعاوز ياخد كل السلاح اللي عندهم، فبيفرحوا طبعا وبيوافقوا. بعدها بيفضل بوش ماستر يتكلم مع ماريا ويسالها عن جدها اللي عمل الكازينو وكلام كتير زي كده. بنفهم بقى منه ان المفروض ان جد بوش ماستر كان صديق جد ماريا وبنوا الكازينو ده سوا مع بعض، لكن جد ماريا طرد جد بوش ماستر من الكازينو وكل حقه من الاخر. وبيبان كده ان بوش ماستر جاي المدينه مخصوص عشان ياخد الكازينو ده ويرجع حق جده. الكلام ده طبعا مش بيعجب ماريا، فبتطرد بوش ماستر، فبيمشي بوش ماستر بكل هدوء من غير ما يعمل اي مشاكل، لكنه باين انه مش ناوي على خير. اما شيدز فبيطلب من واحد من رجالته يراقب ماريا، وبيمشي هو من الكازينو وبيفضل ماشي ورا بوش ماستر بحيث يراقبه ويحاول يوقفه باي شكل. وقت ما كان شيدز بيراقب بوش ماستر بيفتكر انه ما شافش كومانشي في الكازينو، فبيرن عليه دلوقتي لكنه مش بيرد عليه. فبيبدا شيدز يحس ان كومانشي وراه سر، وتعرف احساس شيدز في محله لاننا بنشوف دلوقتي ولكن في مكان تاني كومانشي وهو رايح يقابل رئيس القسم المحقق ريدناور، وبيتكلموا سوا. وبنعرف ان كومانشي خرج من السجن مخصوص عشان يراقب شيدز وماريا ويوقعهم، وحاليا بياخد منه ريدناور المستجدات كالمعتاد وبيسيبه وبيمشي. على الجانب الاخر بنشوف ان لوك بقى كويس شويه بعد العلقه اللي خدها من بوش ماستر، فبالتالي بيروح لميستي وبيقرر ان هم يبداوا تدوير سوا ورا بوش ماستر. واول حاجه بيعملوها انهم بيروحوا مقر بوش ماستر اللي جاله لوك قبل كده، لكنهم مش بيلاقوا اي حد لان بوش ماستر ورجالته غيروا مقرهم. بس يعني بيلاقوا متعلقات في المكان ده، وبيكون من ضمن المتعلقات دي شنطه كده من محل تلدا، ودي الشنطه اللي كان بوش ماستر جايب فيها النباتات بتاعه قوته من عند تلدا. المهم ان لوك بيصور الشنطه، بعدها بيلف هو وميستي في المكان لحد ما بيلاقوا جثه بدون راس، وايوه دي جثه نايجل اللي بوش ماستر قتله. وطبعا اول ما بيشوفوها الاتنين بيترعبوا وبيعرفوا ان بوش ماستر ده مجنون ومش سهل خالص، لكنهم في كل الاحوال بيكلموا شرطه المدينه بحيث يجوا يشوفوا الكارثه دي. ولما بتيجي الشرطه بيكون معاهم ضابط صديق ميستي، فبيتكلم مع ميستي ولوك وبيعرفهم ان بوش ماستر فرد قديم في العصابه الجامايكيه وكان مختفي من فتره، لكنه راجع، وواضح انه راجع عشان يكون قائد العصابه ويبقى ملك المدينه حرفيا. وبيعرف الضابط ميستي كمان ان صاحب المخزن اللي كان بوش ماستر عامله مقر لعصابته يبقى شخص كده اسمه شو، ويبقى محبوس حاليا. بتقرر ميستي تروح تقابل شو ده، وفعلا بتروح السجن وبتقابل شو وبتساله هو ليه بوش ماستر رجع دلوقتي للمدينه. فبيعرفها شو ان بوش ماستر ليه هو وعيلته حق عند ناس تقيله جدا في المدينه، وعشان كده بوش ماستر رجع ياخد حقه، وبيكون قصد شو طبعا على الكازينو بتاع ماريا. عامة بنسيب ميستي دلوقتي وبنروح للوك. بنشوف ان لوك بيروح لمحل تلدا وبيسأل تلدا عن بوش ماستر، فبتعرفوا ان بوش ماستر فعلا جالها هنا المحل واشترى منها حبة حاجات.
فبيشكرها لوك وبيطلب منها ان لو بوش ماستر جالها تاني تبلغه. بتوافق تيلدا وبيبان كده ان لوك اعجب بيها شويه. وطبعا يا صديقي ما تنساش ان تيلدا تبقى بنت ماريا لكن لوك ما يعرفش. اما بعد ما خلص لوك مع تيلدا بيروح محل بوب وهناك بيقابل صديقه بوبي وبيعرفوا بوبي بقى انه حاليا هيسيب المدينه خلاص وهيروح يعيش مع بنته اللي كان سايبها من سنين ومتخانق معاها، لكنهم دلوقتي اتصالحوا فهيروح لها. وقتها بيزعل لوك ان بوبي هيسيبه هو كمان، لكنه بيفرح انه هيجتمع مع بنته من تاني وبيودعه بكل حزن وبيمشي بوبي. بعدها بيوصل للمحل محضر كده من الشرطه فبياخد لوك المحضر ده وبيعرف انه مطلوب يحضر جلسه كده. فبيروح لوك يحضر الجلسه دي فعلا وبتكون جلسه مع كوكروش لان كوكروش رفع على لوك قضيه تعدي. وبيحضر الجلسه دي كوكروش والمحامي بتاعه وكمان لوك والمحامي بتاعه، وبيكون المحامي بتاع لوك حد كده نعرفه كويس جدا الا وهو فوجي من مسلسل دير ديفل. المهم ان فوجي بيتناقش دلوقتي مع محامي كوكروش وبيقدر يوصل معاه الاتفاق. بعد كده بيجي فوجي وبيعرف لوك الاتفاق ده الا وهو ان كوكروش عاوز $100,000 وهيتنازل عن القضيه كلها. فبيوافق لوك ولكن بتكون مشكلته انه هيجيب $100,000 دي منين، لكنه بيقرر يعني يتصرف. الناحيه التانيه بنشوف ان ميستي عند دكتور كده بيعملوا عمليه وبيركبوا لها ايد صناعيه. ويعلم يا صديقي في حد اسمه داني او ايرون فيست هو اللي اتبرع لميستي بالدراع دي. وايرون فيست ده على فكره بطل خارق قوي جدا هيتعرف عليه قريب جدا. المهم بعد كده بتروح ميستي تقابل لوك وبيعرفها لوك ان كوكروش رافع عليه قضيه وعاوز يدفع $100,000 عشان يتنازل له عن القضيه. وقتها بتفكر ميستي وبتعرفوا انها تحاول تضغط على كوكروش يمكن يتنازل عن القضيه من غير فلوس وبتسيبه وبتمشي. بعدها بيتواصل لوك مع فوجي وبيعرفوا فوجي انه عنده ليه عرض حلو جدا هيجيب له اكتر من $100,000. فبيوافق لوك وبيروح يقابل فوجي. فبياخدوا فوجي بقى لمقر ليبرنا، بيقابلوا ليبرنا مع بعض وبيعرفوا دلوقتي انه قدر يستحوذ على شركه كده وبيكون قصده طبعا على شركه مارك. وبيعرفوا انه عامل حفله كبيره بالمناسبه دي وعاوز لوك يجي يحيي الحفله دي مقابل $150,000. فبيوافق لوك طبعا. ويعني صديقي بيكون لوك ما يعرفش مين ليبرنا اصلا لكنه بيلاقي عنده صوره ليه مع ماريا فبيقلق شويه. بس في كل الاحوال في نفس اليوم بالليل بيروح لوك وبيحضر الحفله دي فبنسيبه بشكل مؤقت وبنروح لماريا واللي بتكون مع بنتها تيلدا. وبتعرف تيلدا انها ناويه تفتتح المركز بتاعها ده النهارده وعاوزاها يعني تكون مديره المركز. فبتتفاجئ تيلدا ومش بتاخد قرار حاليا. بعد شويه بيوصل للمكان 2 محققين وبيسالوا ماريا عن مارك رئيس الشركه بتاعت البلاستيك لانه مختفي. فبتوتر ماريا وبتعرف المحققين انها ما تعرفش حاجه عنه. بعدها بتروح ماريا للكازينو وبتقابل شيدز وبتساله عن مارك لانه مختفي. فبيستغرب شيدز وبيعرف انه ما يعرفش مكانه وبيسيبها بقى وبيروح لكومانشي لو تفتكروا. وبيعرف كومانشي ان في حد من رجالته اسمه ري مختفي هو كمان وبيعين كومانشي عشان يدور عليه. في الليل بيروح كومانشي يقابل كبير المحققين اللي بينقلوا له الاخبار دايما وبيساله يعرف اي حاجه كده ولا كده عن ري سواء قبض عليه او اي حاجه، لكن كبير المحققين بينكر انه يعرف اي حاجه. اما شيدز في الوقت ده بقى بيروح يحضر حفله ليبرنا وبيقابل لوك هناك وبيفضل يتريق على لوك شويه لانه جاي يحيي الحفله. بس مش ده المهم فعلا ان بعد شويه فجاه بيهجموا ناس تبع العصابه بتاعت بوش ماستر على المكان وبيفضلوا يضربوا نار. بيفضلوا لوك وشيدز يحاربوهم ووسط الفوضى دي كلها في 2 من العصابه بيختفوا ليبرنا وبيمشوا. فبيجري لوك وراهم وبيقدر يوقفهم بصعوبه وبينقذ ليبرنا. بعدها بيسالوا ليه بوش ماستر عاوزك فبيعرفوا ليبرنا انه ما يعرفش مين بوش ماستر ده اصلا. فبيستغرب لوك لكنه بيقرر يفضل مع ليبرنا عشان يعرف بوش ماستر عاوزه ليه وكمان يعني عشان ياخد فلوس زياده لما يحميه اكتر. عامة بنروح لماريا دلوقتي واللي بتجيلها بنتها تيلدا وبتعرفها انها عاوزه تعرف هي عملت ايه في مارك وفي المقابل هتوافق على عرضها وهتكون مديره المركز. فبتعرفها ماريا انها ابتزت مارك عشان يبيع حصته في شركه البلاستيك لكنها ما تعرضتلوش ولا عملت له اي حاجه يعني ملهاش علاقه باختفائه. فبتسالها تيلدا هي اصلا جابت الفلوس اللي دفعتها مقابل حصه مارك منين. فبتعرفها ماريا بكل وضوح انها بتتاجر في السلاح هي وعيلتها من زمان. فبتصدم تيلدا لانها ما كانتش تعرف كل ده وبتسيب امها ماريا وبتمشي. في الليل بتروح ماريا عشان تفتتح المركز بتاعها واثناء ما كانت بتفتتح المركز بتلاقي بنتها جايه تحضر الافتتاح وده بيفرح ماريا لانها بتعرف ان بنتها قررت تفضل معاها. المهم تفتتح ماريا باب المركز بحيث تبدا الاحتفال لكن فرحتها مش بتكمل لانها بتتفاجئ في وشها هي وكل الناس بروس مقطوعه ومحطوطه على حاجه كده زي رماح. وطبعا لسه ما نعرفش رؤوس مين دي لكن بنعرف ان اللي عمل كده بوش ماستر برضه. وتعرف مصايب بوش ماستر ما وقفتش عند كده اللي بنشوف دلوقتي ان ميستي بتروح بيت كوكروش بحيث تفتشه يمكن تمسك عليه حاجه كده ولا كده تخليه يتنازل عن قضيه لوك. بس المفاجاه بقى ان ميستي بتتفاجئ قدامها بكوكروش مذبوح ورقبته مش موجوده وطبعا اللي عمل كده يبقى بوش ماستر. عامه بنرجع دلوقتي لوك واللي بياخد ليبرنا وبيفضل يهرب وبيفضلوا رجاله بوش ماستر يطاردوهم لحد ما بيقدروا في الاخر يوصلوا لوك وبيفضلوا يتقاتلوا مع لوك لكن طبعا بيقدر يتغلب عليهم وعلى طول بياخد ليبرنا تاني وبيفضل يهرب بيه لحد ما بيوصل لمسرح كده. هناك بقى بيقتحم المسرح ده وبيفضل قاعد فيه هو وليبرنا عشان خاطر يشوفوا هيعملوا ايه وبيكون ليبرنا مصاب
فبيبدا لوك يحاول يعالجه وبيفضل يساله ليه رجاله بوش ماستر بتطاردك. فبيفضل ليبرنا يحكي لوك علاقته بماريا وشيدز وكل الكلام ده، وبالتالي بيعرف لوك ان ليبرنا بيتحكم في كل فلوس ماريا وشيدز، ولو حد عاوز يسيطر عليهم يسيطر على ليبرنا، وعشان كده بوش ماستر عاوز يخطف ليبرنا بحيث ياخد منه كل املاك ماريا وشيدز. بعد ما عرف دلوقتي لوك كل الكلام ده بيتواصل مع ميستي وبيعرفها ان لما الدنيا تهدى هيخرج هو من المسرح اللي هو فيه حاليا وهيجيب ليبرنا ويجي لها بحيث ميستي تحميه وتعرف منه كل المعلومات وتقدر تحبس شيدز وماريا وكمان بوش ماستر. الفكره بقى ان لما بيخلص لوك المكالمه وبيروح لليبرنا مش بيلاقيه لان رجاله بوش ماستر جم وخطفوه. بيفضل لوك دلوقتي يجري وراهم وبيضرب فيهم وبيخلص عليهم كلهم وبيقدر في النهايه ياخد ليبرنا تاني ويهرب. في اللحظه دي بيقرر لوك يخبي ليبرنا باي طريقه، فبياخد بعضه وبيروح لابوه جيمس في الكنيسه وبيتصالح اخيرا لوك مع ابوه وبيطلب منه دلوقتي يخبي ليبرنا عنده، فبيوافق جيمس. بعدها بيتصل لوك بوش ماستر وبيعرفوا انه عارفه ومتاكد انه عاوز ليبرنا، وبيتفق لوك مع بوش ماستر دلوقتي انهم يتقابلوا في مكان كده ويتقاتلوا سوا والكسبان ياخد ليبرنا. فبيوافق بوش ماستر وبيروح يقابل لوك فوق جسر كده، وبدون مقدمات بيفضلوا الاثنين يضربوا في بعض وبتكون معركه قويه جدا، وبتفضل المعركه رايحه جايه بينهم لحد ما اخيرا بيقدر لوك يضرب بوش ماستر وبيقدر يسيبه وبيكون خلاص هيخلص عليه. بس في اللحظه دي بيطلع بوش ماستر ماده غريبه شبه التراب بيرميها على لوك، فحرفيا بيتسمر مكانه وجسمه بيتشل عن الحركه، فهو بيضربوا بوش ماستر وبيوقعهم فوق الجسر على الميه، ولسه ما نعرفش لوك هينجو من الحركه دي ولا لا. عامه بنشوف دلوقتي ان ماريا اتقبض عليها خلاص بعد الرؤوس اللي لقيوها عندها، وبتكون ميستي عاوزه تدخل تحقق معاها، بس كبير المحققين بيرفض وبيدخل بنفسه يحقق هو مع ماريا. كبير المحققين عرف ماريا ان الرؤوس اللي لقيوها عندها في المركز تبقى رؤوس مارك وراي وكمان كوكروش، وبيسال كبير المحققين ماريا ايه علاقتها بالثلاثه دول، وهل بوش ماستر هو اللي ورا كل ده ولا هي. ماريا رغم انها متاكده ان بوش ماستر ورا كل ده الا انها بتنكر انها تعرف اي حاجه عن اي حاجه خالص، وبتخرج خالص عادي من الاسم لان هي معلهاش اي حاجه. وده بقى يا صديقي بيعصب ميستي وبتحس ان الشرطه محجمه ومش قادره تفرض سيطرتها على المجرمين زي ماريا وغيرها. فبتعمل ايه بقى؟ بتقدم استقالتها لكبير المحققين لانها ما بقتش مؤمنه ان الشرطه هتحقق العداله في المدينه. عامه بعيدا عن ميستي بنكمل مع ماريا واللي بتروح دلوقتي تقابل شيدز، وبتعرفوا ان بوش ماستر عاوز يخطف ليبرنا عشان يقدر ياخد كل ممتلكاتنا. بتطلب ماريا من شيدز دلوقتي انه يخرج يدور على لوك وياخد منه ليبرنا باي طريقه. يوافق شيدز وبيخرج هو وكومانشي يدوروا على لوك، لكن مش بيقدروا يوصلوا لاي حاجه. فبيرجع مره تانية شيدز لماريا وبيعرفها انه فشل في المهمه، ويقعدوا بقى مستنيين يشوفوا لوك هيعمل ايه، ولا هيقدر ينقذ ليبرنا ولا لا. وبيعرفها شيدز انه بعد كده هيهجم على المطعم بتاع قرايب بوش ماستر، واللي شيدز عرفه طبعا من مراقبته لبوش ماستر. والمهم يعني انه ساعتها ممكن يخطف حد من قرايب بوش ماستر عشان بوش ماستر يبعد عنهم. ماريا بتوافق جدا على الكلام ده وبترتاح شويه. في المجمل بنرجع للوك مره تانية وبنشوف ان لوك لسه واقع في الميه وبيكون فاقد الوعي وهيموت، لكنه بيفضل يفتكر ابوه وامه وكل ذكرياته الحلوه في حياته، فهو بيقدر يفوق من تاني ومش بيغرق. لوك لما بيطلع من الميه اول حاجه بيعملها انه بيروح لابوه جيمس في الكنيسه، وهناك بقى بيتفاجئ ان ليبرنا ساب المكان ومشى. بيتعصب لوك جدا في اللحظه دي لان بوش ماستر لو وصل له اكيد هيقتله، وبالتالي بيسيب الكنيسه وبيخرج يدور على ليبرنا في كل مكان. بتيجي كمان على فكره ميستي وبتقرر تساعد لوك في بحثه رغم انها ما بقتش شرطيه خلاص، لكنها قررت تساعده. في نفس الوقت ده بنشوف ان بوش ماستر قاعد مع ليبرنا وبيجبره يحول له كل فلوسه وممتلكات ماريا، وبيوافق غصب عنه وهو مرعوب. بعد شويه من كل ده بيوصلوا لوك وميستي لمقر بوش ماستر، لكنهم مش بيلاقوا لا بوش ماستر ولا ليبرنا، بل بيلاقوا بس رجاله بوش ماستر. بسرعه بيشتبكوا لوك وميستي مع رجاله بوش ماستر، وضربه يمين على ضربه شمال بينجحوا انهم يخلصوا عليهم. بعدها بيفضلوا يلفوا في المكان على امل انهم يوصلوا لليبرنا، وفعلا بيقدروا يوصلوا لليبرنا، او خلينا نقول جزء من ليبرنا، لانهم مش بيلاقوا غير دماغه. ايوه يا صديقي، بوش ماستر المجنون ذبحه زي عادته بعد ما نقل له كل ممتلكات ماريا وشيدز. طبعا بيتصدموا لوك وميستي وخصوصا لوك، واللي بيكون حاسس ان ليبرنا مات لانه ما قدرش يحميه كويس. عامه بيوصلوا بقى الشرطه للمكان عشان يعاينوا المكان، اما لوك فبيمشي عشان يشوف هيقدر يوصل لبوش ماستر اللي ماشي يقتل في الناس كل شويه ده ازاي. على الجانب الاخر بنشوف ان كبير المحققين بيروح يقابل ماريا وبيتكلم معاها دلوقتي، وبيعرفها ان بوش ماستر قتل ليبرنا وبوش ماستر ممكن يقتلها هي كمان، فلازم تتعاوني معانا عشان نمسكه. لكن ماريا بترفض فبيسيبها كبير المحققين وبيمشي. اما ماريا فتدخل دلوقتي على حساباتها فبتلاقيها فاضيه تماما، وبتعرف طبعا ان ليبرنا حولهم كلهم لبوش ماستر، وبوش ماستر بقى يملك كل حاجه وهي ما تملكش اي حاجه. لكن على الرغم من كده بتقرر ماريا انها تهرب هي وبنتها وشيدز قبل ما بوش ماستر على الاقل يوصل لهم. بمناسبه شيدز بقى بنشوفه حاليا مع كومانشي وبيتكلم معاه، وبيبان كده ان شيدز بدا يشك ان كومانشي بيتعاون مع الشرطه. هو في نفس اليوم ده بالليل بيروح كومانشي يقابل كبير المحققين كعادته عشان ينقل له اخبار. في اللحظه دي بيوصل شيدز فبيخاف كومانشي وبيطلع مسدسه وبيثبت كبير المحققين، وبيعمل نفسه انه هيقتل كبير المحققين عشان يعني قال ايه عاوزه يشتغل معاه.
وفعلا قبل ما كبير المحققين يقول اي حاجه اصلا بيقتلوا كومانشي في مشهد صادم. لكن كل ده مش بيدخل على شيدز، وبيكون شيدز متاكد ان كومانشي بيخونه وكان بينقل اخباره من زمان لكبير المحققين. فبكل بساطه بيطلع شيدز مسدس وبيقتل كومانشي وهو حزين لانه كان بيحبه فعلا وكان صديق عمره من وهم اطفال. في الاثناء دي ولكن في مكان تاني بنشوف ان ماريا حاليا بتلم كل حاجه في بيتها هي وتلدا بحيث يعني يهربوا قبل ما بوش ماستر يجي ويقتل ماريا. لكن للاسف ماريا اتاخرت لان بوش ماستر بيوصل دلوقتي وبيربط ماريا وتلدا. وبيقعد دلوقتي بوش ماستر يحكي لتلدا كل حاجه وبيعرفها انه مش هيعمل كده في امها شرا منه ولا حاجه، بل بيعمل كده لان امها وعيلتها يستحقوا. وبيحكي بوش ماستر حكايته لتلدا وبيعرفها ان جده كان شريك جد ماريا في الكازينو ده، لكن جد ماريا خانه وقتله وساعتها هربوا بوش ماستر وامه. بس على الرغم من كده جد ماريا ما سابهمش وبعت وراهم ناس وقتلوا ام بوش ماستر. وعشان كده اصلا بوش ماستر مصر يقتل ماريا وبكده يكون جاب حق امه. وبس بيخلص بوش ماستر كلامه ومش بيرضى يقتل تلدا فبيفكها. بعدها بيولع في المكان عشان ماريا تتحرق وتموت وبيسيب المكان بكل شياكه وبيمشي. بعد اللي حصل ده بيروح بوش ماستر للكازينو بتاع ماريا واللي خلاص بقى بتاعه زي ما كان بيحلم من زمان. اما تلدا بقى فمش بترضى تسيب امها وبتفضل معاها وسط النار بتحاول تفكها لكنها بتفشل. الفكره بقى ان بيوصل لوك للمكان ورغم كل المشاكل مع ماريا الا انه بينقذها. وفي اللحظه دي بتتكلم ماريا مع لوك وبتعرفوا انها عاوزه تستاجره يعني عشان يحميها الفتره الجايه. لوك وقتها بيفكر يوافق بس مش بياخد قرار دلوقتي. اما ميستي فبتعرف دلوقتي بخبر قتل كبير المحققين وبتروح تشوفه وهي زعلانه جدا عليه. تاني يوم بنشوف ان ماريا وتلدا في القسم ومعاهم لوك وما بيكونش في حد في القسم خالص لان طبعا الكل خرجوا يشوفوا كبير المحققين. لكن في المجمل يعني ما عداش وقت طويل ووصلت للمكان ميستي وباقي الظباط وعلى طول عرف لوك ميستي ايه اللي حصل. وميستي بدورها عرفت لوك موضوع موت كبير المحققين وكمان كومانشي. لما بيسمع لوك اسم كومانشي بقى بيعرف ميستي ان كومانشي ده كان صديق شيدز من الطفوله، ولو كومانشي فعلا كان مخبر سري عند كبير المحققين يبقى اكيد شيدز هو اللي انتقم منه وقتلهم هما الاثنين وغالبا بامر ماريا. ميستي يا صديقي بمجرد ما عرفت المعلومه دي دخلت تحقق دلوقتي مع ماريا وسالتها هل بعتت شيدز يقتل كبير المحققين وكومانشي، لكن ماريا بتنفي انها بجد ما عملتش كده. بتسالها ميستي عن اللي حاول يحرقها هي وبنتها تلدا هل هو بوش ماستر ولا مين، لكن برضه ماريا بتنكر. في نفس الوقت ده كان لوك بيحقق مع تلدا وبيقدر يعرف من تلدا ان بوش ماستر هو اللي حاول يقتلها هو وامها عشان امها وعيلتها كانوا سبب في موت عيلته، وده السبب الرئيسي اللي عشانه بوش ماستر بيعمل كل المشاكل والجرايم دي. لما بيعرف لوك كل الكلام ده بيكون اخيرا عارف كل اللي هو عاوزه. اما ميستي فبتكون لسه بتحقق مع ماريا برضه، لكن بيجي المحامي بتاع ميستي ومعاه شيدز وبيقدروا يمشوا ماريا. لكن ميستي بتقبض على شيدز نفسه انه متهم بقتل كبير المحققين وكومانشي. فبتفضل ميستي تحقق مع شيدز والمحامي بتاع ماريا وشيدز بيكون حاضر مع شيدز وبيدافع عنه بس بشكل مش مفهوم. بتيجي مكالمه للمحامي فبيتخلى عن شيدز وبيرفض يدافع عنه وبيمشي. لكن على الرغم من كده بتضطر ميستي تسيب شيدز يمشي لان ما عليهوش اي حاجه. على الناحيه التانيه بنشوف ان بوش ماستر بيعرف دلوقتي ان ماريا ما ماتتش حاليا في القسم فبيتجنن حرفيا وبيأمر بوش ماستر كل رجالته بقتل ماريا ولوك واي حد يخص لوك. بعد فتره مش طويله من كل ده كانت ماريا ولوك وتلدا ماشيين من القسم وفجاه بيطلعوا عليهم رجاله بوش ماستر وبيحاولوا يقتلوهم. فبيفضل لوك يتعارك معاهم وبتستغل ماريا وتلدا الفرصه وبيهربوا. وبيقدر لوك يمسك واحد من رجاله بوش ماستر وبيساله دلوقتي مين اللي بعتك. فبيعرفوا الراجل ده ان بوش ماستر امر بقتل لوك واي حد تبعه وكمان ماريا وتلدا. في اللحظه دي بيترعب لوك على ابوه جيمس بيروح الكنيسه بحيث يحميه. اما ماريا فبتروح دلوقتي على بيتها واللي بيكون والع خالص بتزعل عليه وبتنهار حرفيا. بعد وقت مش طويل بيجي لها شيدز وبيوعدها انه هيجيب لها حقها وبيسيبها وبيمشي. بعد كده بتروح ماريا لبنتها تلدا في المحل بتاعها تقعد معاها عشان يعني تكون في امان. اما ميستي وقوه من الشرطه بيروحوا لبوش ماستر الكازينو يحققوا معاه وبيلاقوا معاه محامي ماريا وبنعرف ان بوش ماستر اشترى حتى محامي ماريا وعشان كده المحامي ساب شيدز في الاسم. المهم ان ميستي والشرطه بيتهموا دلوقتي بوش ماستر انه حاول يقتل ماريا وبيفضلوا يدوروا في الكازينو على اي حاجه تثبت كلامهم لكن مش بيلاقوا حاجه فبيمشوا. بعدها بيقعد بوش ماستر مع قريبه وبيتكلموا شويه فبنعرف من كلامهم ان بوش ماستر بيعمل الوصفه اللي بتديله قوه دي كتير جدا ومفترض ان الوصفه دي بتضعفه اكتر واكتر مع الوقت وعشان كده بيحذروا قريبه ان الوصفه دي هتتسبب في موته. لكن بوش ماستر مش بيقتنع وبيقرر يعملها تاني. بيسيبوا قريبه وبيمشي وبيقعد بوش ماستر يعمل الوصفه عادي كالمعتاد. وعلى فكره بنشوف انه قدام المكان شيدز واقف وبيراقب كل حاجه. في نفس الوقت ده كان لوك في الكنيسه بتاعت ابوه جيمس وفجاه بيدخلوا عليهم المكان رجاله بوش ماستر وبيفتحوا النار على كل الموجودين. لكن لوك بيفضل يتعارك معاهم وبيخلص عليهم وبينقذ ابوه وبيهرب من المكان. في الاثناء دي بتروح ميستي ومعاها شرطيه صاحبتها لمحل تلدا وماريا عشان يعني يحققوا مع ماريا كالمعتاد. لكن في الوقت ده بيوصلوا رجاله بوش ماستر عشان يقتلوا ماريا. بتفضل ميستي والشرطيه صديقتها واللي اسمها ناندي يضربوا عليهم نار ويتعاركوا معاهم وبيوصل لمكان لوك وبيساعدهم وبيخلصوا على العصابه دي كلها.
في الوقت ده بقى بيكونوا لوك وميستي مش عارفين يودوا ماريا وبنتها فين بحيث يكونوا بامان بعيد عن بوش ماستر ورجالته. بعد تفكير طويل بيقرروا يكلموا داني او يعني المعروف باسم ايرون فيست عشان يساعدهم. فعلا بيساعدهم داني وبيروحوا للمركز بتاعه وبيستخبوا فيه، لان بالمناسبه داني او يعني ايرون فيست غني جدا ومعاه اماكن زي كده ممكن يستخبى فيها مدى حياته. واثناء ما كانوا في المركز ده اتكلموا دلوقتي لوك وميستي وماريا عشان خاطر يوصلوا لحل ويقدروا يحبسوا بوش ماستر. فوقتها ماريا اقترحت انها تعترف على بوش ماستر وتقول انها باعت له سلاح، ولكن في المقابل تاخد حصانه كامله ومش هتتحبس ربع ساعه حتى. طبعا الكلام ده ما عجبش ميستي ورفضته، فخدها لوك على جنب واتكلموا على انفراد، وقدر لوك يقنعها ان بوش ماستر اخطر من ماريا وما دام هيقبضوا عليه ممكن يسيبوا ماريا عادي ويقبضوا عليها عادي جدا بعدين باي قضيه تاني. في اللحظه دي فكرت ميستي شويه وفي الاخر وافقت وخدت بعضها وراحت القسم وقابلت بريسيلا رئيستها في الشغل مكان كبير المحققين اللي مات. عرفتها دلوقتي ميستي العرض بتاع ماريا فوافقت بريسيلا عليه، لكن على فكره ناندي صديقه ميستي كانت موجوده برضه في القسم وسمعت كل حاجه وعرفت مكان ماريا وتلدا بنتها. على الجانب الاخر بنشوف ان بوش ماستر ورجالته قلبين الدنيا حرفيا على ماريا وبنتها تلدا، خصوصا تلدا لان بوش ماستر عايز الوصفه اللي كانت بتعملها له وبتزود قوته. وعشان كده بيتكلم بوش ماستر دلوقتي مع رجالته وبيعرفوا ان اللي هيوصلوا لتلدا وماريا عايشين هياخد 3 مليون دولار كاملين. طبعا بينبهروا الكل وبيقرروا ينطلقوا باي طريقه يدوروا عليهم. بعد فتره مش طويله بتيجي ناندي لعند بوش ماستر وبتعرفوا مكان تلدا وماريا، وبتكون ناندي بتعمل كده عشان تاخد فلوس طبعا. بعدها بتوصل برسيلا والشرطه للكازينو عشان يقبضوا على بوش ماستر، وده طبعا بعد ما ماريا عملت معاهم اتفاق واعترفت. بس المشكله بقى ان برسيلا مش بتلاقي اي حد، لان اصلا بوش ماستر ورجالته بيوصلوا دلوقتي عند لوك والكل وبيفضلوا يتعاركوا معاهم. وبيفضل بقى لوك يتعارك مع بوش ماستر معركه من اقوى ما تكون، والمره دي بيقدر لوك يتغلب على بوش ماستر ويهزمه شر هزيمه. وتوصل الشرطه للمكان بعد كده وبيقبضوا اخيرا على بوش ماستر وكتير من رجالته. اما بقى ماريا في وسط كل اللي حصل ده هربت ومحدش يعرف مكانها. المهم بنكمل دلوقتي مع بوش ماستر واللي بياخدوه 2 ظباط عشان يقولوا له الاسم، لكن بوش ماستر كان معاه قنبله وبوم بيفجرها بالعربيه وطبعا بيموتوا كل الظباط. بعد كده بنشوف ان تيلدا بتروح المحل بتاعها، فبتلاقي بوش ماستر عندها ومصاب جدا ومعاه واحد من رجالته واللي بيثبت حاليا تيلدا وبيمرها انها تعالج بوش ماستر باي طريقه وتعمل له الوصفه اللي بتزود قوته او هيقتلها حالا. غصب عنها طبعا تيلدا بتوافق وهي مضطره. اما بقى ماريا فلما هربت خدت بعضها وراحت لشيدز ووراها شيدز في الوقت ده قريب بوش ماستر، واللي بنعرف ان شيدز خطفه بحيث يعرف يوقف بوش ماستر عند حده. تاني يوم بقى بترجع ماريا وشيدز للكازينو وبيجي لهم المحامي واللي بنعرف انه يرجع كل الفلوس وكل الممتلكات بتاعت ماريا لحسابها من جديد، لكن ماريا برضه بتطرده دلوقتي لانه طبعا سبق وخانها. بعدها بتقعد ماريا وشيدز مع قريب بوش ماستر وبيفضلوا يستجوبوه على امل انهم يعرفوا منه مكان بوش ماستر. فبنسيبهم بقى وبنروح للوك. بنشوف لوك حاليا في محل الحلاقه بتاع بوب وقاعد بيفكر يعمل ايه مع بوش ماستر، لكن فتره التفكير دي ما استمرتش كتير لان بيوصل لمكان داني او ايرون فيست وبيتكلم داني دلوقتي مع لوك وبيعرفوا انه عرف بموضوع بوش ماستر وجاي يساعده. بيفرح لوك وبيقرروا هو وداني دلوقتي يبداوا شغل، واول حاجه بيقرروا يعملوها انهم يروحوا لمحل تيلدا لانهم عارفين ان اكيد بوش ماستر هيروح لها ياخد من عندها الوصفه بعد اللي عملوا تفجير العربيه بتاعه الترحيلات. وفعلا مش بيضيعوا وقت وبيروحوا على محل تيلدا، فبيلاقوا المحل متبهدل خالص ومش بيلاقوا لا تيلدا ولا بوش ماستر. فبيمشوا من المكان وبيروحوا على الكازينو وبيقابلوا هناك ماريا وبيتكلم دلوقتي لوك معاها وبيعرفها انهم هما الاثنين هدفهم واحد وهو بوش ماستر، وبالتالي لازم يساعدوا بعض عشان خاطر يوصلوا له. ماريا ولا بتهتم بالكلام ده خالص وبصنعة لطافة بتطرد لوك وداني من المكان. بدون كلام كتير بيمشوا وبعد كده بيروحوا يقابلوا حد احنا نعرفه كويس جدا الا وهو تيرك يا صديقي. وبما ان تيرك على معرفه بكل رجال العصابات في المدينه فبيسالوا لوك دلوقتي عن مكان بوش ماستر، فبيعرفوا تيرك انه ما يعرفش مكان بوش ماستر بالظبط لكنه يعرف مخزن كده بتاعه بيصنع فيه مخدرات. ده غير ان تيرك سمع انه بيحاول يصنع هناك نباتات غريبه كده بتديله قوه. بمجرد ما سمع لوك الكلام ده اتاكد ان اكيد بوش ماستر هناك، فعلى طول راح هو وداني للمخزن ده، وللاسف مش بيلاقوا بوش ماستر لكنهم بيلاقوا رجالته، فبيفضلوا يتقاتلوا معاهم بمنتهى القوه. ومتعرف دلوقتي على قوه داني الخارقه الا وهي قبضه ايده اللي بتشع قوه غريبه بتخليه يضرب اي حد بمنتهى السهوله وبقوه كبيره. وطبعا هنعرف اكتر عن قوه داني دي او ايرون فيست يعني في ملخص المسلسل بتاعه واللي هنعمله قريب جدا 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 بعد المسلسل ده تقريبا. المهم ان داني ولوك بيفضلوا يضربوا في رجاله بوش ماستر ويشكلوا عليهم حرفيا وبيقدروا في النهايه يهزموهم كلهم. بعدها بيولعوا في المخزن ده عشان كل النباتات والمخدرات اللي فيه تتحرق. ولما بيخلصوا كل ده بيروحوا لمطعم السيده كوني لو تفتكرها عشان خاطر يتعشوا وبيفضلوا هناك يتكلموا سوا. بنسيبهم بقى على راحتهم وبنروح لماريا. بنشوف ان ماريا صديقي زهقت من استجواب قريب بوش ماستر وبيكون مش راضي خالص يقول لها اي حاجه ولا يقول لها مكان بوش ماستر، فبتقرر دلوقتي ماريا تجبر بوش ماستر يجي لها. فبتعمل ايه بقى؟ بسيطه،
بتروح المطعم كده بتاع قريب بوش ماستر، وبيكونوا كل اللي في المطعم عيلة بوش ماستر بشكل عام يعني، بما فيهم بيلي اللي خانت ماريا لو تفتكر ونالت اخبارها لبوش ماستر. بدون مقدمات بقى بتؤمر ماريا رجالتها يقتلوا بيلي وكل اللي في المطعم، فبيعملوا كده فعلا وبيخلصوا على كل الموجودين. ومش بيتبقى الا قريب بوش ماستر، وبرضه ماريا مش بتسيبه، لا دي بتحرقه وبتضربه بالنار، ويبان كده ان ماريا اتجننت خالص. في المجمل بتمشي ماريا من المكان وهي عارفه ان اكيد بوش ماستر كده هيجي يدور عليها عشان ينتقم منها، فتبقى وقتها تقتله زي ما هي عاوزه. بعيدا بقى عن مشاكل ماريا وكل الكلام ده، بنشوف دلوقتي ان ميستي وبرسيلا بيكونوا شاكين ان ناندي هي اللي عرفت بوش ماستر مكان ماريا وتيلدا، واكبر دليل على كده ان ناندي اختفت فجاه كده بعد الخبر ده. وبالتالي بتفضل ميستي تدور ورا ناندي لحد ما تقدر تلاقي فيديو لكاميرات مراقبه واللي بيظهر ناندي وهي رايحه الكازينو عشان تبلغ بوش ماستر بمكان ماريا وتيلدا. وبكده طبعا خلاص بيعرفوا ان ناندي خاينه، فبيبداوا يدوروا عليها. في النهايه بتقدر ميستي توصل لناندي اللي كانت حاليا في المطار وهتهرب، لكن ميستي بتوقفها وبتتحارك معاها وبتقدر تتغلب عليها بكل سهوله، وبتقبض اخيرا على ناندي عشان تتحبس بتهمه الخيانه. اما ميستي فبتقعد معاها برسيلا وبتعرفها برسيلا انها بقت كبيره المحققين هنا لفتره بسيطه عشان بس كبير المحققين القديم مات. وبتفاجئ برسيلا ميستي انها هي اللي هتكون كبيره المحققين هنا بشكل رسمي وتام. بتفرح ميستي جدا بالترقيه دي واللي تستاهلها الصراحه. في نفس اليوم ده بالليل بيروحوا لوك وميستي للمطعم بتاع عائله بوش ماستر اللي اتقتلوا فيه. طبعا بيشوفوا الجثث وكل الاموات اللي هناك، فبيتضايقوا لان في كتير منهم ابرياء وماتوا بدون اي سبب. المهم ان لوك وميستي بيلاحظوا وجود خطوات كده لشخص بتوضح ان في حد نجا من المجزره دي، فبيفرحوا لان الشخص اللي نجا ده هيقدر يقول لهم اكيد مين القاتل. وعشان يعرفوا بقى مين اللي نجا بيروح لوك وميستي للاسم وبيشوفوا قائمه كده بكل الناس اللي ماتوا في المطعم، وبيلاقوا ان في واحده ناقصه الا وهي ست اسمها انجريد، وتبقى اصلا صاحبه المصنع ومرات قريب بوش ماستر اللي اتحرق. ومن اللحظه دي بيقرر لوك بقى يدور على انجريد دي لحد ما يلاقيها. بياخد لوك بعضه وبيروح لمدينه انجريد، وبيفضل يضرب في كل العصابات اللي هناك على امل انه يعرف منهم مكانها، لكنه للاسف مش بيعرف. بس بعد شويه بتبعت له ميستي فيديو بتظهر فيه انجريد وهي بتهرب من المطعم، فبيلاحظ لوك ان انجريد كانت مصابه وبيعرف انها اكيد راحت المستشفى او اي حاجه زي كده، فبيروح المستشفى يسال عنها لكنها مش بيلاقيها. بس واحده من الممرضين بتعرف لوك على مستشفى كده بتستقبل المرضى بدون اي ورق او هويه، وبالتالي ممكن تكون انجريد راحت على هناك عشان ما تعملش مشاكل. مش بيكدب لوك خبر وبيروح على المستشفى دي، فبيلاقي فيها رجاله ماريا واللي كانوا جايين برضه يدوروا على انجريد بحيث يقتلوها ومحدش يشهد على ماريا. لكن لوك مش بيسيبهم دلوقتي يتهنوا وبيضربهم وبيخلص عليهم هما الاثنين. بعد كده بيدخل لانجريد واللي كانت خايفه من كل حاجه، بيهديها لوك وبيعرفها انه جاي يحميها عشان يوديها القسم وتعترف خلاص على ماريا، وبيأكد لها انه مش هيأذيها، فبتهدى انجريد وبتروح معاه. على الجانب الاخر بنشوف شيدز وماريا بيروحوا شقه كده جابها اليكس مساعد ماريا لماريا بحيث يعني تعيش فيها فتره لانها شقه متامنه. لكن شيدز بيعرف ماريا دلوقتي ان ده مش وقته وان الشقه دي مش هتحميهم من بوش ماستر بعد اللي عملته، وبيبان كده ان شيدز متضايق جدا من اللي عملته ماريا. بس ماريا بقت مغروره جدا وعشان كده بتعرف شيدز انها حره تعمل اللي هي عاوزاه، فبيسكت شيدز غصب عنه وهو مش عارف يقول لها حاجه. بعدها بيروحوا شيدز وماريا للكازينو وهناك بيعرفوا ان انجريد عايشه، فبتأمر ماريا شيدز يروح يقتلها. بيوافق شيدز وهو مش عارف يعمل كده ازاي، لكنه بيروح المستشفى اللي فيها انجريد وبيستغل ان لوك غاب عنها دقيقتين وبياخدها الاوضه كده بحيث يقتلها. بس انجريد بتفضل تتوسل له وبيشوف ان شيدز حرفيا بدا يتغير لانه مش بيقدر يقتل انجريد وبيهرب من المكان. بيجي لوك دلوقتي وبيطمن على انجريد وبياخدها فورا وبيمشوا من المكان ده. بيروحوا الاثنين دلوقتي المطعم كده بتاع واحد صديق انجريد بحيث يعني يستخبوا فيه، وبيفضل لوك بقى يطلب من انجريد هناك تروح تشهد، لكن انجريد بتكون خايفه وبترفض وبتطلب من لوك بس انها تروح المشرحه تاخد جثه جوزها وتهرب من البلد دي خالص ومش هيشوف وشها تاني. بيوافق لوك فعلا وبيقرر يوديها المشرحه تاخد جثه جوزها. فلحد ما يوصلوا بنسيبهم وبنروح لشيدز تاني. شيدز صديقي بعد ما خلص عند انجريد رجع الكازينو ودخل على ماريا، فتفاجئ ان الست الزباله دي بتخونه مع اليكس. بيتعصب شيدز وبيطلع سلاحه فبيخاف اليكس وبيهرب. اما شيدز بقى فبدوره بيفضل يتخانق مع ماريا والموضوع بيتطور جدا لدرجه انه بيخنقها وبيكون هيقتلها، لكنه بيرجع في رايه في اخر لحظه وبيسيبها وبياخد بعضه وبيروح القسم. وهناك بيقابل ميستي وبيعرف ميستي ان ماريا تمدت جدا ولازم تقف عند حدها لان جيرانها ده ممكن يتسبب في موت اهالي المدينه كلها حرفيا. وبالتالي بيعرف شيدز ميستي انه جاي دلوقتي يسلم نفسه وهيعترف لها بكل اللي هي عايزاه. بتفرح ميستي وبتقبض عليه فعلا. على الناحيه الثانيه بنشوف ان تيلدا وبوش ماستر ومساعده في بيت امان كده بتاع بوش ماستر، وبيكون بوش ماستر لسه مصاب وتعبان جدا، فبتفضل تيلدا تحاول تعالجه كتير جدا وبعد محاولات كتير بتنجح اخيرا. وبيفوق بوش ماستر دلوقتي وبيكون بخير، لكنه بيعرف في الوقت ده اللي حصل لكل عيلته، فبيتعصب جدا وبيروح هو وتيلدا ومساعده للمطعم اللي ماتوا فيه كل عيلته وبيكون حزين بشكل مش طبيعي عليهم. بس على الرغم من كده بيرفض يأذي تيلدا لانها ساعدته وبيسمع لها بس تمشي. فبتمشي تيلدا وبتروح لامها وبتتخانق معاها على كل اللي عملته.
اما بوش ماستر فبيروح على المشرحه عشان يشوف قريبه اللي اتحرق، وهناك بتيجي انجريد وكمان لوك، لكن لوك مش بيعمل اي حاجه لبوش ماستر وبيطلب بس يتكلموا مع بعض. بيوقف بوش ماستر يتكلم مع لوك، وبيعرفوا لوك دلوقتي ان بعد اللي حصل لعيلته مش هيعمل له حاجه ولا هيقرب له، لكن لازم ياخد انجريد دلوقتي واي حد بقى من عيلته ويمشي من المدينه للابد. وبيخلص لوك كلامه ومش بيستنى يسمع رد بوش ماستر وبيسيب المكان وبيمشي. ولما بيمشي لوك بيجي له شوجر لو تفتكروا يا صديقي، واللي يبقى من رجاله ماريا برضه. وشوجر ده بقى بيعرف لوك ان ماريا اتجننت ولازم يوقفوها عند حدها، وعشان كده جاي ينضم له. فبيفرح لوك وبيوافق يضم شوجر ليه، ولسه ما نعرفش هيعملوا ايه. بيعدي بقى على كل الكلام ده يوم، وبنشوف شباب كده في حفله، وبيكون في ولد وبنت من الشباب دول بيشموا مخدر جديد كده اسمه بوش ماستر. وفجاه صديقي الولد والبنت دول حرفيا بيتوحشوا وبيهجموا على ناس في الحفله، لكن يعني الموضوع بيتلم. تاني يوم بقى في 2 من اللي كانوا حاضرين الحفله دي، وهما المصور وبنت كده اسمها عائشه لو تفتكرها برضه، بيقابلوا لوك وبيعرفوا لوك كل اللي حصل. بيبدا لوك يقلق وبيفهم كده ان في مخدر جديد بينتشر في المنطقه، وبيكون لوك فاكر ان بوش ماستر طبعا هو اللي بينشر المخدر ده. لكن بعد شويه بيوصل شوجر وبيعرف لوك ان وصلت له دلوقتي اخبار بان ماريا عملت تحالف مع رئيس العصابه الصينيه المشهوره ببيع المخدرات. وفي اللحظه دي بيفكر لوك وبيفهم ان ماريا نشرت مخدر باسم بوش ماستر عشان بس تشوه سمعته وتجبره يجي للمدينه فتقتله زي ما هي كانت عاوزه. وبيسال دلوقتي لوك شوجر عن مقر العصابه الصينيه، فبيعرفوا شوجر المكان، فبيقرر لوك يروح يهاجم المكان ده النهارده. في نفس الوقت ده كانت ماريا وزعيم العصابه الصينيه في مزاد كده، وبيتكلموا مع 2 تانيين بنعرف انهم من زعماء العصابات في المدينه. وحاليا بقى بتقدر ماريا تعمل معاهم تحالف، وحرفيا كل العصابات في المدينه بيبقوا تحت امرها. لما بتخلص ماريا بتمشي من المكان، وبنشوف ان بوش ماستر بيراقبها على فكره، وبيشوفها مع رئيس العصابه الصينيه، بيعرف على طول ان هم اللي بينشروا مخدر باسمه، وبيقرر يهاجم مقر العصابه الصينيه برضه النهارده. ويا صديقي بوش ماستر ما سمعش كلام لوك وما مشيش خالص من المدينه ولا حاجه. بعد شويه بنشوف ان بوش ماستر بيوصل عند مقر العصابه الصينيه، وبيروح لزعيم العصابه عشان يواجهه، لكن زعيم العصابه كان محضر لبوش ماستر كمين، وفجاه رجالته بيطلعوا من كل مكان برشاشات عشان يقتلوا بوش ماستر. بس لحسن حظه لوك بيوصل في الوقت المناسب وبيساعد بوش ماستر، وبيفضلوا هما الاثنين يضربوا في رجاله العصابه الصينيه يمين وشمال في مشهد اكشن من افخم ما يكون. وبيفضلوا يضربوا في كل العصابات واللي عددهم كبير جدا بالمناسبه، وفي النهايه بيقدروا يخلصوا عليهم. وقتها اتكلم لوك مع بوش ماستر وطلب منه تاني يمشي من المدينه، لكن بوش ماستر مش بيوافق وبيحدف قنبله على لوك وبيهرب. وطبعا بتنفجر القنبله في لوك، لكنها يعني مش بتاذيه. بعدها بيروح لوك عند ماريا الكازينو وبيتكلم مع ماريا، وبيعرفها لوك انه قبل كده حماها من بوش ماستر، لكنه مش هيحميها تاني، لان لو بوش ماستر جه يقتلها هيكون معاه حق لانها قتلت عيلته، ومش بس كده لا دي كمان بتشوه سمعته. كل الكلام ده بقى يا صديقي ما فرقش مع ماريا خالص، وعرفت لوك بس انه غصب عنه هيحميها من بوش ماستر، ومش بيهتم لوك وبيمشي. وقتها بتتصل ماريا بواحد من رجالتها وبتطلب منه يعمل حفله لمطرب مشهور جدا كده ببلاش خالص النهارده في الكازينو. بعد شويه بيوصل لوك لمحل بوب وبيقعد مع شوجر ودي، وبيعرف منهم الموضوع بتاع الحفله اللي هتعملها ماريا النهارده. فبيفهم لوك كده ان ماريا عملت حفله مجانيه بحيث الكازينو يتملى على الاخر، وبالتالي لو جه بوش ماستر يهاجمها هيأذي ناس كتير جدا، وبالتالي لوك هيتدخل واكيد غصب عنه هيحمي المكان ويحمي ماريا. طبعا بيكون لوك مبهور بخبث ماريا اللي مش طبيعي، وبيقرر برضه غصب عنه يروح الكازينو بحيث يوقف بوش ماستر. على ذكر بوش ماستر فبنشوف ان تيلدا بتجيله وبتعرفه انها بقت تكره امها بعد ما عرفت كل مصايبها، وعشان كده جايه تساعده يقتل امها. وبتعرفه تيلدا انها توديه لمدخل سري كده يوصله للكازينو على طول بحيث يقدر يقتل ماريا على طول. وبتديله كمان حقنه فيها الوصفه، وبتعرفه ان الوصفه دي هتضاعف قوته بشكل مش طبيعي، ولازم ياخدها قبل ما يدخل الكازينو بحيث يقدر يواجه اي حد في سكته لحد ما يوصل لماريا. وقتها بيفرح بوش ماستر جدا وبيقرر انه هيهاجم ماريا النهارده بالليل. الناحيه الثانيه بنشوف ان شيدز بيقعد مع ميستي والمدعي العام، وبيعمل معاهم صفقه انه يعترف بكل جرائم ماريا وجرايمه، ولكن في المقابل يطلع براء من كل حاجه. بتوافق ميستي والمدعي العام، وبيبدا بقى شيدز يحكي لهم كل حاجه من وقت ما انضم لستوكس زمان في الموسم الاول وكل الجرائم اللي شهدها لحد ما قتل صاحبه كومانشي. وطبعا بيكون شيدز اعترف بجرائم كتير ارتكبتها ماريا بايدها، زي قتل ستوكس في الموسم الاول وقتل كمان قريب بوش ماستر في المحل وغيره 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 من المصايب. وبيعرفهم شيدز ان ماريا معاها مسدس غالي عليها جدا، والمسدس ده هو اللي ارتكبت بيه كل جرائمها. بتفرح ميستي وبتعرف شيدز انه هيروح لماريا النهارده ويجيب المسدس ده بحيث يقبضوا على ماريا ومعاهم دليل رسمي. فبيوافق شيدز، وفي نفس اليوم ده بالليل بتكون ماريا عامله الحفله زي ما قلنا، وبيوصل للحفله شيدز وهو مركب اجهزه تصنت وبيروح يتكلم مع ماريا. وكمان بنشوف ان ميستي في المكان وبتسمع كل كلام شيدز وماريا، وبيوصل برضه لوك وبيشوف ميستي وبتعرفه ميستي انها هنا عشان خاطر شيدز انه اعترف على ماريا. فبيعرفها لوك ان هو كمان هنا عشان خاطر بوش ماستر لو جه يوقفه. وبس يا سيدي بنروح بقى لماريا وشيدز واللي بيفضلوا يتكلموا سوا. بعد كده بتاخد ماريا شيدز للمكتب تتكلم معاه،
لكن بنكتشف ان ماريا كشفت شيدز اصلا وجايبه المكتب تقتله، مش بس تقتله، لا دي بتقرر تقتله بنفس المسدس اللي عاوز شيدز ياخده. في اللحظه دي بيوصل بوش ماستر عند الكازينو وبتوري له تيلدا المدخل السري اللي قالت عليه، فبيودعها بوش ماستر وبيدخل الكازينو. والاول كده بياخد جرعه الوصفه اللي اديتها له تيلدا، بعدها بيدخل الكازينو وبيفضل يضرب في اي حد قدامه. بيجي له لوك وبيفضل يضربه ويحاول يوقفه، لكن بوش ماستر بيكون قوي بشكل مش طبيعي وبيفضل يضرب في لوك بكل عنف وبيبعده عنه. وبتيجي ميس دلوقتي تدافع عن لوك فبيضربها بوش ماستر. في الوقت ده بيشوف شيدز في كاميرات المراقبه ان بوش ماستر وصل للمكان، فبتوقف ماريا اللي بتعمله ومش بتقتل شيدز، وبتطلب بس منه انه يحميها، وبياخد مسدسها عشان يحميها. ومش بيعدي وقت كبير وبيوصل عندهم بوش ماستر وبيكسر الباب وبيقتحم عليهم المكان عشان يقتله. وهم بيجوا لوك وميستي، وفي مشهد برضه فخم جدا بيفضل لوك وميستي وشيدز يحاولوا يضربوا بوش ماستر ويوقفوه، لكنه بيكون قوي جدا بجد وبيفضل يضربهم ويبعدهم عنه وبيوصل لماريا في الاخر. بس قبل ما يعمل لها اي حاجه بيجي لوك وبيفضل لوك يضرب فيه بكل قوه وبيقدر في الاخر يخنقه وبيكون هيقتله، لكنه مش بيعمل كده وبيبعده بوش ماستر عنه وبيهرب. بس بتخلص الليله على كده وبيسلم شيدز الميستي المسدس بتاع ماريا، بالتالي بتقبض ميستي على ماريا اخيرا عشان تحكمها. بيعدي بقى فتره محترمه على كل ده، واخيرا بتعمل محاكمه لماريا. وفي المحاكمه دي مش بيتحكم بحكم معين يعني على ماريا، بل بتقرر القاضيه انها تحبسها بس على ذمه التحقيق. الفكره بقى ان ماريا بتتكلم مع كل الموجودين دلوقتي وبتعرفهم انها هي اللي حافظه الامن في المدينه، وبمجرد ما تدخل السجن حرفيا المدينه هتنفجر والمشاكل والخطر هيكونوا في كل مكان. وتعرف يا صديقي كلام ماريا صح بشكل ما، لان بمجرد ما بتدخل ماريا للسجن بتبدا الجريمه تنتشر في كل مكان في المدينه، وحوادث السرقه والسطو بتزيد بشكل مش طبيعي. وطبعا بيكون لوك عاوز يحل المشاكل دي كلها، وعشان كده بيقعد في محل بوب مع شوجر وبيفكروا يعملوا ايه. بس في الوقت ده بيجي لهم بقى شيدز وبيعرف شيدز لوك انه جاي يساعدهم، ويعرفوا ان اللي بتعمل الجرائم دي كلها في المدينه هي روز زعيمه العصابه الايطاليه، وبتعمل كل ده بحيث تحكم المدينه مكان ماريا. وقتها بيقرر لوك يوقف روز دي، فبالتالي مش بيضيع وقت وبيروح مقر روز وبيقابل كل رجالتها وبيهاجمهم وبيخلص عليهم كلهم. بعد كده بيتكلم مع روز وبيعرفها ان شغلها لازم يكون خارج حدود المدينه وفي اماكن معينه، ولو خرجت عن كلامه هيزعلها، وبيسيبها لوك بكل شياكه وبيمشي. على الناحيه التانيه بنشوف ان ماريا في السجن، وفي اول يوم ليها في السجن بيجولها اتنين كده يهجموا عليها وبيكونوا هيقتلوها، والعلم اللي سلطت الاتنين دول على ماريا هي روز برضه. لكن في كل الاحوال الاتنين دول مش بيقربوا لماريا، ان بيجوا دلوقتي شويه مسجونات كده وبيخلصوا عليهم وبيساعدوا ماريا. وبتكون في واحده من الثلاثه دول اللي ساعدوا ماريا زعيمتهم بتتكلم دلوقتي مع ماريا، وبتطلع اصلا معرفه قديمه بيها. الست دي بقى بتطلب من ماريا ان هي تحميها مقابل فلوس كتير، بتوافق ماريا وهوب بتغفل البنت دي وبتذبحها حرفيا. بعدها بتتكلم ماريا مع الاتنين التانيين اللي كانوا معاها وبتعرفهم انهم من النهارده هيشتغلوا لحسابها وغصب عنهم، بيوافقوا وهم مرعوبين. بعدها بتقابل ماريا المحامي بتاعها وبتطلب منه انه يقتل اي حد كان شغال معاها بما فيهم شيدز، بحيث ان وقت المحاكمه الجايه ما يكونش في اي شهود عليها وتطلع براءه. بيوافق المحامي وبيبعت رجالته يخلصوا على كل رجاله ماريا القدام، وواحد بيروح عشان يخلص على شيدز، فشيدز هو اللي بيخلص عليه وبياخد شيدز موبايله وبيتصل منه على المحامي وبيطلب منه يعمل له اجتماع مع ماريا. فبيوافق المحامي، وتاني يوم بيروح شيدز يقابل ماريا في السجن وبيعرفها شيدز بقى انه مش عاوز يأذيها ولازم تبعد رجالتها عنه، فبتوافق ماريا وبتقرر خلاص تسيبه. اما بقى تيلدا بنت ماريا فبنشوف انها بتحاول تعالج بوش ماستر، لان بالمناسبه حاله بوش ماستر بقت وحشه جدا لانه استخدم كميات كبيره من الوصفه. وحاليا بتعرف تيلدا مساعد بوش ماستر وانجريد اللي كانوا معاه حاليا على فكره انه مريض جدا ولازم يسافر جامايكا بلده يتعالج هناك، لان موجود هناك النباتات اللي ممكن تعالجه. فيوافقوا الكل وبيقرروا فعلا يرجعوا على جامايكا. اما تيلدا ففي نفس اليوم ده بالليل بتشوف ان مساعد امها اللي اسمه اليكس اتقتل، وبتعرف ان امها اكيد هي اللي قتلته. بتزعل تيلدا على اليكس انه كان صديق ليها، فبتقرر تيلدا انها تروح السجن الماريا وتوقفها. فلما بتروح السجن الماريا وبتتعمد انها تسلم عليها وتقرب منها وكده. بعدها بيجي لوك يقابل ماريا في السجن، وبيكون لوك جاي دلوقتي يعرف ماريا انه مش عاوزه تقتل اي حد تاني ولا تعمل مشاكل تاني، بحيث ما يضطرش يقتلها وهي في السجن. الفكره بقى يا صديقي ان قبل ما ماريا ترد على لوك بتبدا تتعب جدا وبتفتكر ان تيلدا جات زارتها، فبتعرف ان اكيد تيلدا عملت سم وسمتها من خلال الروج بتاعها. طبعا بتفضل ماريا تحتضر وبتموت اخيرا وبنرتاح منها. اما شيدز بعد موت ماريا بتروح ميستي والشرطه يقبضوا عليه، لان المفروض يعني انه كان يخرج براءه في حاله ان ماريا يتحكم عليها، لكن ماريا ما اتحكمش عليها وماتت، وبالتالي بيحبسوه بالجرائم اللي عملها. اخر حاجه بقى بنشوفها ان لوك وتيلدا بيروحوا يقابلوا محامي ماريا لانه طلب يقابلهم. المحامي حاليا عرفهم انه جايبهم يقرا لهم وصيه ماريا. بتكون وصيه ماريا بتنص ان لوك ياخد الكازينو بتاعه. ويا صديقي ما استغربش قوي كده، لان المحامي بيعرف لوك ان ماريا عملت كده وادت له الكازينو عشان لوك كان شاغل فيه عن محاربه الجريمه ويفسد حرفيا. لكن لوك على الرغم من كده بيقرر ياخد برضه الكازينو، وبيقرر ان الكازينو ده يعمل فيه اجتماعاته بالعصابات اللي في المدينه عشان يقدر يحجمهم. وبس
بنشوف لوك فعلا في الكازينو وبيشغله والمجرمين والعصابات موجودين فيه. ومع النقطة دي بينتهي المسلسل كله، لكن العالم ده لسه ما انتهاش يا صديقي، وقريب جدا هنخوض رحلة شيقة جديدة في حياة البطل الخارق داني ريد الشهير بايرون فيست، وهنعرف عنه كتير جدا وعن قوته. وعلى فكرة قصته مهمة ولازم تعرفها. فلحد ما نلخص المسلسل ده ما اقدرش اقول لك غير بس كده. سلام.